مصرية كرست حياتها للدفاع عن شرف بلدها المحتل آنذاك، وانتهت حياتها ظلماً بسبب الشرف أيضاً. هي دولة فهمي التي ولدت بقرية أبو عزيز في محافظة المنيا لعائلة مستنيرة تهتم بالعلم والثقافة، ثم انتقلت وحدها إلى القاهرة للعمل في التعليم، وهناك تولت منصب ناظرة مدرسة الأقباط للبنات، إلا أنها عملت سراً في المقاومة والتي عرفت بالجهاز السري لثورة عام 1919. ومن مهامه تحفيز الجماهير من جهة عبر توزيع المنشورات والتوعية والإضرابات وجمع التبرعات وترهيب سلطة الانتداب عبر اغتيال جنود إنجليز أو من يتعاون معهم وإرسال رسائل تهديد لهم. ارتبط مصير دولة فهمي بزميلها عبد القادر الجن الذي نفذ عملية اغتيال بحق محمد شفيق باشا وزير الأشغال وقتها، ولكنها فشلت وتم القبض عليه. وضحت دولة بسمعتها وأنقذته من إعدام محقق بشهادتها أنها عشيقته، وأنه كان وقت تنفيذ الحادث في منزلها. وسرعان ما وصل الخبر الجريء للغاية لعائلتها المحافظة بصعيد مصر، فما كان منهم إلا أن استدرجوها إلى القرية زاعمين أن خالتها قد توفيت وعليها أن تذهب معهم لتعزي بها، وأخذوها للمقبرة لتزور قبر خالتها، وهناك قتلوها غدراً ظنا منهم أنها لوثت شرف العائلة. خلدها الفن المصري عبر عدة أعمال أدبية وفنية، أبرزها قصة كتبها المؤلف المصري الراحل مصطفى أمين بعنوان دولة فهمي التي لا يعرفها أحد. كما عرضت قصتها في سهرة تلفزيونية حملت نفس عنوان الكتاب، ومؤخراً عرض فيلم كيرة والجن في دور السينما، وتؤدي شخصيتها الممثلة هند صبري.